الله يظلم اللي ظلم ابني، بحكي عن الأمهات كلها مو بس ابني. والله وضعي أنا عندي ولد وحيد معتقل عند النظام، صيدناية ما بين عليه شيء، لا مع الميتين ولا مع الطيبين وما بعرف شيء عنه، وأنا حرمي عيشي لحالي. لا لك ليك بركي والله العظيم لا باب ولا شباك ولا شيء، بدي عملية بتكلف $5000 وأنا ما لي قدرة يعني أعملها، ما بدي شيء أعيش منه. بقى يفتحوا له دكان، يفتحوا له شيء، يعملوا له يعني باب لبيت، يعملوا له تواليت والله العظيم أهم شيء، أهم من أكل وشرب. يعني حتى تواليت هلا ما عندي هدي لي النظام، وما عنده معين ما غير رب العالمين، ووضعنا بالضيعة تعرف هذا وضعنا الصفر تحت الصفر. لو في رجال يشتغل ولا في حدا كنت متأمنة يطلع ابني ما طلع. صار له هلا 14 سنة، عمره لما أخذوه كان بال20 سنة، وهلا صار له رايح 14 سنة، صار 34 سنة عمره. الله يتقبل الشهداء كلها إن شاء الله يا رب. اليوم علاء ان شاء الله يكونوا في جنان النعيم. الله يظلم اللي ظلم ابني، إن كانوا الله لا يوفقه لا بالدنيا ولا بالآخرة، لأنه ابني يعني الله يسعين الأمهات، أنا والأمهات بحكي عن الأمهات كلها مو بس ابني. أقل بيت راح له 3 و4، بس ابني لا، كل الأمهات. سلامة قلبك. الله يسلمك يا أمي. الله يرحمه يا رب. طبعا اليوم رسالة الخالق أم علاء ورسالة كل أمهات الشهداء، أمهات المعتقلين في تطبيق العدالة بمحاسبة المجرمين. اليوم والدة علاء انحرمت من ابنها الوحيد، مثل ما كثير أمهات انحرمت من أبنائها. رسالتنا بتطبيق العدالة بمحاسبة المجرمين.